maybe not. معتز. عايدة، صباح الخير يا فاطمة. صباح الخير. عاملة ايه النهارده حبيبتي؟ زي ما طب تعالي كلي، أنا عاملة لك أكل صحي آخر حاجة، عيش سن وزبادي. ماليش نفس. لا مفيش حاجة اسمها كده، انتي لازم تاكلي عشان تاخدي الدواء. فاطمة، بس عملتي طيب انك ما تربستيش الباب عشان الحرامية يعرفوا يدخلوا. ما تربستوش عشان كنت مستنيه معتز يجي بالليل واصحى الاقيه. ما لقيتوش. خلاص بقى يا فاطمة، هيرجع وحياتك هيرجع. صباح الخير. صباح النور. انت مالك عامل كده ليه؟ ايه عامل ازاي؟ منكوش ودقنك طويله. مفيش، لسه صاحي من النوم. في حاجه؟ عايزه حاجه من المكتب؟ شكلك هربان من البوليس. القضيه خلصت خلاص. عرفت من عادل. مبروك، ضاعت عليك فرصه دخول السجن. يا ستي جايات اكتر من رايحات. عادل بيقول انك رياضي، تشرب سجاير كده بحبها. كده عريق من غير ما تفطر. ايه هتحضري لي الفطار ولا ايه؟ طب والله فكره، تيجي ننزل نفطر بره؟ انا كمان لسه ما فطرتش. ماشي، بس انا اللي عايز. اوكي، بس احلق دقنك الاول. ماشي. تعرفي فان دام؟ الممثل. ده اشهر واحد بيلعب كيك بوكس والناس تعرفه هنا في مصر. انت قصدك اللعبه اللي بيطيروا فيها الناس كده؟ لا ده بس في الافلام، بس هي فعلا فيها شويه طيران بس مش زي اللي بنشوفه ده. اشمعنى يعني اللعبه دي بالذات؟ دي مش لعبه، ده فن. والله. والله ده فن عسكري اصوله ياباني. وايه اللي خلاك بقى تختار اللعبه دي؟ والله مش عارف ان كنت انا اللي اخترتها ولا هي اللي اختارتني. انا احكي لك على حكايه. وانا عندي 12 سنه كنت بلعب في فريق الكوره بتاع النادي. كان معايا واد في الفريق ضخم قوي وغلس قوي، كان دايما بيغلس عليا. كنت انا الا شويه. المهم في يوم من الايام كنا بنلعب ماتش والمدرب قسمنا فريقين. من حظي طلع الواد ده معايا في نفس الفريق. المهم الحكم صفر وبدا اللعب. بدا اللعب من هنا والواد ده بدا يحل عليا من هنا، مش عايزني المس كوره، يبص الكوره لكل الناس ما عدا اشاور للمدرب مش سامعني، انادي لزمايلي كله مركز في اللعب. فجاه ما لقيتش غيره قدامي، لا كوره ولا حكم ولا لعيبه. كان هو واقف في اخر الملعب. في ثانيه كنت عنده، والله ما اعرف ايه اللي حصل. ما دريتش بنفسي غير هما بيقوموني من عليه والواد سايح في دمه. قالوا لي بقى بعدها ان انا لما وصلت عنده رحت ضربه في قصبه رجله. الواد وطى، رحت هاجم عليه ونازل فيه باللوكانيه. لا 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 فعلا؟ والله ده النادي اتلم وكانت ليله وكانوا عايزين يطردوني من النادي، بس هما اكتفوا بطردي من فريق الكوره.
المهم بقى مين كان واقف بيتفرج؟ كابتن حمدي مدرب الكيك بوكسنج بتاع النادي، وطلب ان انا انضم للفريق. طبعا امي ركبها 500 عفريت ورفض، بس انا لما رحت وشفتهم اتجننت. حسيت ان هو ده انا. بتنسي الدنيا خالص، تحس بكل عصب في جسمك، وكمان بتتحكمي فيه، تخرجي كل القلق والتوتر اللي جواكي، كل الغضب. انت بتبصي كده ليه؟ ابدا، بس شكلك حلو قوي انت بتتكلم عن الكيك بوكسنج. سلم سلم، تحت امرك يا دكتور. صباح الخير يا سلم. صباح الفل. هي دكتوره فاطمه مش موجوده؟ لا ما جاتش النهارده. دي ما جاتش امبارح كمان، هي عندها حاجه بره المصحه؟ ما اعرفش والله، بس انا سمعت يعني ان هي واخده اجازه عارضه. طيب شكر. بعد اذنك يا دكتور، بس اطمن على الجثث اللي في الثلاجه، لكن جثه راحت كده ولا كده. دكتور حسن تعالى بص كده. لحظه بس يا دكتور سمير، لحظه. ماشي. Would you mind if time to time I stopped by and said hello? مش عايزه ارد على حد، رد انت. الو، اهلا وسهلا. لا هي تعبانه شويه ونايمه. ايوه يا دكتور حسن. What if I told you? لا ثانيه واحده، خليك معايا كده، بيتهيألي انها صحيت. ثانيه واحده. ازيك يا حسن؟ سكري عالي شويه بس من يوم جلسه معتز. معلش. اكتشفت ان هو وابوه مخبيين عليا ان ابوه جايب له عربيه جديده. اتخانقنا، ساب البيت ومشي وقفل الموبايل بتاعه. ايه دي عمايل ابوه فيا سي عادل؟ لا هو بيتدلع عليكي بس. هيرجع البيت بكره ولا حاجه، ما تقلقيش. المهم طمنيني، سكرك عامل ايه؟ الحمد لله. بصي